في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان معروفا عنه أنه يخرج ليلا يتفقد أحوال الناس بنفسه ليعرف كيف يعيشون وهل فيهم محتاج أو مظلوم. وفي إحدى الليالي مر عمر بالقرب من بيت بسيط، فسمع صوت امرأة تقول لابنتها: اخلطي اللبن بالماء. فردت الفتاة بهدوء: يا أمي، أمير المؤمنين نهى عن خلط اللبن بالماء. قالت الأم: يا ابنتي، أين عمرو الآن؟ لا أحد يرانا. فقالت الفتاة كلمة عظيمة: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. توقف عمر عند هذه الكلمات وتأثر بشدة، وفي الصباح سأل عن هذه الفتاة وتحقق من حالها، فوجدها فتاة صالحة فقيرة لكنها صادقة وأمينة، فزوجها لابنه عاصم بن عمر. ومرت السنوات وأنجبت هذه الفتاة بنتا، وكان من نسلها عمر بن عبد العزيز أحد أعظم خلفاء المسلمين والمشهور بالعدل والزهد. فتاة مجهولة في بيت بسيط في ليلة هادئة اختارت الأمانة وهي لا تعلم أن الله سيرفع ذكرها ويجعل من نسلها رجلا غير التاريخ.